أنا راح أقول لك اليوم على تركاية أو على معلومة بتخليك أو بتساعدك في التوفيق في أوروبا، عشان ربي يوفقك ويمشي أمورك وتحسن وضعك. قسما بالله إن هذا الكلام طالع من قلبي، وزي ما قلت لكم دائما فيديوهاتي أنا أتكلم عن تجربة، أنا مريت بالتجربة هذه. أول ما توصل أوروبا راقب الله وغض البصر. تذكر قول الله تعالى قال إيش؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير، شوف بعدها إيش؟ بما يصنعون. تمام؟ فغض البصر له فوائد كثيرة. أكيد إحنا وإنت لما دخلنا لأوروبا وشفنا الناس، شفنا البنات وشفنا كذا، نتفرج كذا وصلى الله يتوب علينا. لكن والله إن هذه الأشياء إنها بتشتت انتباهك، بتخليك مشتت وبتشوف هنا وبترجع ذا لكن توب إلى الله. تمام؟ واقلع عن هذه الأشياء، راقب الله عشان ربي يسهل لك أمورك. إذا رأيت شيء جديد يا أخي غض بصرك عشان أشياء كثيرة، مش دينيا صحيا بدنيا نفسيا لك، حتى جسمك بيتقوى، تفكيرك ما بتشتت. كل يوم بتجي تتفرج من هنا وبعدين بتفرج بالبنت الثانية وبعدين والله العظيم استخدم هذا السلاح. وانت أول ما تجي ممكن تشوف لفتة الأولى لكن ارجع. والشيطان شوف أول ما يقول لك وإما ينزغنك من الشيطان ينزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ بس، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دائما نقول الدعاء هذا. هذه من أحد الأشياء اللي يعني والله العظيم إنك لما تقلع عنها تحس أو بلذتها. أولا عزة بالنفس وعزة إنك كشخص مسلم وتخاف الله. تمام؟ كان ما يكون حتى لو مسيحي، حتى لو أي ديانتك، هذه الأشياء والله مشتتات وتشتتك وتخرجك من طور الهدف الأساسي اللي جيت له. فركزوا على حياتكم بما يرضي الله. تمام؟ السلام عليكم.